صدمة كبيرة بالجزائر وصدمة لموتسيبي بعد حصول لقجع على دعم كبير من الدول الأفريقية. مرحبا بقناة الخبر. كما نعلم منذ أيام قلنا أن الفيفا تدعم ترشح لقجع لرئاسة الكاف. هذا الأمر مر مرور الكرام، لكن حدثت الآن تطورات. نحن نعلم أن لقجع لم يترشح أساسا لهذا المنصب، لكن هناك دعم الآن أتى من أجل أن يضغطوا على لقجع ليترأس الكاف. فتخيلوا ما نقوله، أبواق الجزائر وعلى رأسهم وليد صادي يتمنى منصب بالكاف. اليوم الاتحادات الأفريقية هي من تعرض على لقجع لكي يترأس الكاف. ماذا قال لقجع؟ ومن هي أول دولة أفريقية رئيس اتحادها خرج وأعلن الدعم المطلق للقجع لرئاسة الكاف؟ أتت الآن التفاصيل الحصرية، لكن دعونا نذكر بالاشتراك بهذه القناة التي أسميناها قناة الخبر لنبقى دائما مطلعين على آخر التطورات. واكتبوا لنا بالتعليقات ما رأيكم. إن أصبح لقجع رئيس الكاف ماذا سوف تفعل أبواق الجزائر حينها؟ نبتدئ على الفور بالفيفا. نعلم أن رئيس الفيفا أكد الدعم المطلق للقجع من أجل أن يترأس الكاف. قرار إنفانتينو لم يأتي من فراغ، فنحن نعلم شعبية فوز لقجع، هذا أولا. ثانيا، الانتصارات المتتالية التي حققها للكرة المغربية، اليوم يريدون استثمار هذه الانتصارات وجعلها للقارة بأكملها. إذن إنفانتينو يراهن اليوم على فوز لقجع بشكل علني. إنفانتينو صديق لموتسيبي، مع ذلك يختار فوز لقجع. لماذا؟ لأن عند المناصب وعند التقنيات وأيضا الكفاءات لا مجال للصداقة. إنفانتينو قال كلمة الحق. الفيفا اليوم تدعم ترشح لقجع لرئاسة الكاف. بعيدا عن الفيفا، دعونا نرى الأصوات التي أتت داعمة لرئيس الكاف. أول صوت عاكس لقجع وقرر دعم رئيس الكاف موتسيبي لولاية ثانية هو إبراهيم غوساو رئيس الاتحاد النيجيري، الذي أكد دعمه المطلق لموتسيبي لتولي فترة رئاسة ثانية على رئاسة الكاف. وبحديثه اليوم عبر تقرير صحفي قال: لو كان الأمر بيدي لأصريت على عودة موتسيبي كرئيس الكاف، نظرا لما أضافه وقدمه من ثقة وقيمة كنا نفتقدها سابقا. أضاف: الإنجازات التي تحققت خلال الثلاث سنوات الماضية تتحدث عن نفسها. إذن أنا مع موتسيبي وأرجح لكي يبقى رئيسا للكاف. على ما يبدو هذه التصريحات التي أتت من رئيس الاتحاد النيجيري تمثله هو واتحاده، أي تمثل نيجيريا، لكن باقي الأصوات. دعونا ندخل للإعلام المصري. الإعلام المصري أشاد طبعا بفوز لقجع وقال: نتمنى لو كان لدينا لقجع. شاهدنا جميعا المقابلة الأخيرة التي أقامها لقجع على قناة مصرية، وشاهدنا كيف أنها ضربت الترند لمدة 4 أسابيع ليصبح لقجع السابقة بمصر. شهر كامل قناة مصرية استلمت الترند بفضل مقابلة فوز لقجع. لماذا؟ السبب واضح: حنكة، ذكاء، دبلوماسية حوار، حضور متزن، ناهيك عن إجابات تلقائية وفورية. شاهدنا كيف المذيع المصري أراد الإيقاع بفوز لقجع بسؤال خبيث، لكن لم يستطع لأن لقجع محاور من الدرجة الأولى. إذن لقجع لديه شعبية كبيرة بالمنطقة، خصوصا الإعلام المصري الذي لا طالما أشاد بفوز لقجع وعلى مدى طويل. ولا ننسى الإعلام الجزائري أيضا. لماذا نقول الإعلام الجزائري؟ الجواب بكل اختصار: عندما نرى الإعلام الجزائري يتحدث ليل نهار
عن لقجع 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 لقجع. هذا ما يثبت أن إنجازات لقجع المتتالية جعلت أبواق الجزائر تصيبها السعار. صح، يتهجمون على لقجع بطريقة عكسية، لكن لماذا يتهجمون؟ بسبب الانتصارات المغربية. إذن أبواق الجزائر هي الأخرى تعترف بكفاءة لقجع بالمنطقة، وتعترف أن إنجازات لقجع لا تنتهي. الجميع يعلم أي قناة تلفزيونية جزائرية نفتحها اليوم لابد أن يذكروا لقجع أقل شيء 5 مرات أو 4 مرات. إذن لقجع حاضر بقوة. وبما أننا ذكرنا أن شعبية لقجع كبيرة للغاية، سوف نعلن الآن عن أول رئيس اتحاد أفريقي أكد دعمه المطلق لفوز لقجع من أجل أن يترأس الكاف ويصبح خليفة موتسيبي ليحقق انتصارات عديدة للقارة الأفريقية. نتذكر كيف أن لقجع بذاته قالها: ما زال لدي طموح كثير وما زال لدي خدمة كبيرة من أجل تحقيق طموح الجماهير المغربية، نهوض بالقارة الأفريقية كرويا. رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم السيد أحمد ولد يحيى تغنى بإنجازات فوز لقجع الأخيرة وقال: يجب علينا الاقتداء بإنجازات هذا الرجل، فوز لقجع الذي قدم الكثير لبلاده، فوز لقجع الذي جعل من الكرة المغربية اليوم تصل إلى العالمية. الألقاب، الإنجازات، شعبية الكرة المغربية تجاوزت الوطن العربي، تجاوزت القارة الأفريقية. شاهدنا كيف الإنجازات عشناها داخل كأس العالم مونديال قطر، ونحن نعلم أن بقرار فوز لقجع تم وضع الركراكي باللحظات الأخيرة أيام مونديال قطر. لو كان المنتخب بقي على رأسه وحيد غالوزيتش لما تحقق أي شيء لعدة أسباب. أولها علاقة اللاعبين مع غالوزيتش ليست جيدة، أما علاقة الركراكي مع لاعبيه علاقة عائلية وأخوية. إذا قرارات فوز لقجع مناسبة ويتم وضعها بالمكان المناسب. لهذا طالب رئيس الاتحاد الموريتاني لإعطاء هذا الرجل الحق الكبير لكي يطور القارة الأفريقية. نحن نتحدث عن التطوير الكروي، ما بالك اليوم المغرب تعيش والحمد لله نهضة غير مسبوقة. فوز لقجع لديه الكثير ليقدمه إذن للكرة الأفريقية، ولتنعم هذه القارة الأفريقية بإنجازات المملكة المغربية. بدأنا بالمملكة المغربية وننتقل إلى باقي الدول الأفريقية، ورؤية لقجع اللامتناهية، أي لا تنتهي انتصاراته وإنجازاته. هنيئا لنا بفوز لقجع الذي دائما نقولها ونعيدها: الرجل المناسب بالمكان المناسب. وهنيئا لوليد صادي، العصير في برميل كبير، لأن هذه الصدمة غير مسبوقة عندما نقول اليوم أن هناك دعم مستمر لفوز لقجع لترأس الكاف. وعلى ما يبدو جميع المؤشرات تقول اليوم أن لقجع حاضر بقوة برئاسة الكاف. دعونا نذكر بالاشتراك بهذه القناة التي أسميناها قناة الخبر لنبقى دائما مطلعين على آخر التطورات والأحداث. كل الحب والتقدير. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام: أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.